الفل يا جماعة. الفيديو اللي أنا هعرضه النهاردة ده فيديو مهم، وده مشكلة حد منكم، يعني مشكلة واحد من الناس اللي بتتابع الصفحة. أرجو إن هو يلاقي اهتمام، أرجو إن الناس تشير الفيديو ده، أرجو إن الناس توصله أو لأكبر عدد من الناس، علشان الراجل ده مش طالب غير حقه. الراجل اللي أنا هحط مشكلته دلوقتي مش طالب غير حقه. انا هحط لكم الفيديو. هو الفيديو يمكن انا شفت الفيديو بتاعه، وانا بصراحه يعني عرفت كل حاجه عنه لما تواصلت معاه. والفيديو يمكن 7 دقايق، انا هحط لكم اقل من دقيقتين يعني، وبعد كده هختصر لكم الموضوع باختصار. اهلنا المتعففين. فممكن تقول لنا حكايتك يا عم ايمن؟ والله حضرتك انا باختصار انا ابن السويس. انا كنت سواق نقل تقيل ودخلت مضاعفات السكر، الحمد لله على كل حال. ودخلت بقى في عمليات بتر صابع، بعد كده دخلوني في مشط رجل والرجل الشمال، الحمد لله رب العالمين. انا وطبعا يعني ليا اصدقاء وناس اللي طب روح قدم في الشؤون، طب مش عارف اطلب مساعده. انا مش طالب مساعده من حد. انت معاك الكارنيه اصلا بتاع الشؤون؟ انت قلت لي هو حضرتك ادي الكارنيه بتاع المعاقين. ايوه، ده كارنيه اعاقه حركيه. والاوراق اللي كنت حضرتك وريتهاني ادي كارنيه اعاقه حركيه، ان انا أيوة. معاق حركي. أيوة. انا كنت بشتغل سواق. ما دي مش محتاجه كارنيهات يا عم ايمن. ما انت يعني ما دي برضو ايه في حاجه، يعني ما بتبقاش محتاجه يعني ايه كارنيهات. انت معاك كارنيه كل حاجه، بس الحاله واضحه، الحاله واضحه وده بلاء وربنا يعينك عليه. عشان يعطف عليا او ياكلني او يشربني، لا، انا كل اللي بطلبه حق من حقوقي، ان انا ابن البلد وفي الظروف اللي انا فيها دي. فطبعا البيئه اللي انا قاعد فيها، طبعا أنا المفروض ان انا بتجهز لعمليه تانية كبيره في الرجل، اللي هي ايه اللي انا عامل فيها بتر في مشط الرجل. فطبعا معلش، لا البيئه تسمح ولا المكان يسمح، واخش طبعا في جراحه تانية. فكل اللي انا طالبه ابسط حقوق، سكن محترم، يعني حياه كريمه لا اكتر ولا اقل. انا مش طالب ان حد مثلا يعطف عليا ياكلني يصرف عليا، لا، انا بفضل الله الحمد لله رب هو انت بتاخد قد ايه المعاش اللي انت بتاخده يا عم ايمن؟ والله انا كنت سواق درجه اولى، ولما طلعت على 750 جنيه معاش، وبعد كده فخامه الرئيس قال لك معاش استثنائي 900. حاليا دلوقتي وصل ل 2553. ربنا يعينك يا رب، ربنا يعينك. جماعة، دي مشكلة الحاج أيمن عبد البصير علي من السويس. كان شغال نقل تقيل، وبقول كان شغال نقل تقيل لأن زي ما انتم شايفين طبعا نتيجة لحالته الصحية ونتيجة لمرض السكر حصل بتر في مشط القدم اليمنى، وحصل بتر في القدم اليسرى أسفل الركبة. وطبعا الله يكون في عونه، معاشه زهيد جدا، يعني معاشه 2000 وشوية. المعاش يعني معرفش يكفي ياكل ولا يشرب ولا يجيب علاج ولا يعمل عمليات ولا يعمل ايه بالظبط. ومع ذلك حامد ربنا، الراجل ده كل مشكلته ان هو عايز سكن. الراجل ده عايز سكن بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكون في سكن لذوي الهمم ولذوي الاحتياجات الخاصة. الراجل ده دلوقتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل اللي طالبه سكن يعيش فيه ورخصة لكشك يبيع فيه سجاير يزود دخله، لان زي ما انتم عارفين الحاله في مصر بقت صعبه والاسعار بقت غاليه جدا. فطبعا 2000 جنيه على واحد عنده الاعاقه ديت وعنده عمليات وعنده علاج وبياكل ويشرب بيهم وما يكفوش اي حاجه. فهو محتاج رخصه لكشك يبيع فيه سجاير، ومحتاج سكن الدور الاولى بالرعايه لذوي الاحتياجات الخاصه. فعلا صوته وصل لسياده المحافظ، محافظ السويس، وبعت له رئيس حي الأربعيني، ولغاية الآن بقاله شهرين لم يتم اتخاذ أي إجراءات. أنا بتمنى إن صوتنا يوصل للمحافظ السويس تاني، بنفكره بالراجل ده تاني، بنقول له يا سيادة المحافظ أرجوك، الراجل ده مهدد بالطرد من بيته، أرجوك الراجل ده مهدد بالطرد من بيته. وأرجوكم توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من الناس، يعني أرجو إن هو يوصل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الراجل ده فعلا يعني بعد أيام ممكن يبقى في الشارع بحالته دي. الراجل ده مش متسول، الراجل ده مش شحات، الراجل ده عنده عزة نفسه وعنده كرامة. الراجل ده لو ما كانش عنده كرامة بالإعاقة اللي عنده دي، كان زمانه دلوقتي في الشارع بالإعاقة دي بيلم فلوس بالهبل. وانتوا عارفين ان واحد بالإعاقة ديت سهل جدا، زي ما ناس كتير بتعمل، انها تطلع تشحت. لكن الراجل ده سواق محترم، الراجل ده عايز يعيش في بلده بكرامة، وده حقه.
لو الصوت وصل لسيادة المسؤولين او ما وصل لهمش، او لو ما حدش اتحرك، انا استأذنته هحط رقم تليفون الحاج ايمن، لو حابب يتواصل معاه ويساعد الحالة من أصحاب القلوب الرحيمة. أرجوكم اعملوا كده. وبعدين بتمنى ان الفيديوهات المهمة اللي تخص حد منكم ديت فعلا الصوت يوصل. ما هو مش معقولة ممكن نكون ناقمين على حاجات كتير في البلد وعلى الأسعار وعلى حاجات كتير مش عجبانا، ونعمل شير ولايكات وكومنتات على فيديو ممكن ما يكونش يعني ليه اي اهميه. يعني فيديو مثلا بتكلم فيه عن مذيع خد اجازه، لا لقيت الناس هاصت، وفيديو تاني يكون مهم زي ده الناس تهمله او الناس تكبر دماغها منه. دي مشكله حد منكم. ارجوكم ساعدوه ان صوته يوصل ارجوكم.